جين زي جيل متدلع؟ لا، جيل لقى حاجات حواليه غلط كتير بتحصل فعايز يجربها. ازيك يا كريم يا شعبان؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. لا انت صوتك وطي كده ليه؟ ما انت كان صوتك عالي دلوقتي. تمام. ايوه كده ايوه كده علي صوتك. لا مالكش دعوه باللي يعيد بقى واللي ما يعيدش، انت علي صوتك وخليك معايا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ 17 years old. اوكي. جريد 12. جريد 12 خلاص هانت، كلها كام شهر تخش الجامعه؟ 3 شهور عارف هتدخل ايه؟ بزنس ان شاء الله. ان شاء الله. كريم ايه اكتر حاجه بتحبها في الدنيا؟ والله عيلتي بحبهم جدا. واكتر حاجه بتكرهها؟ ان الناس ما بتحبش بعضها، او اللي هو بشوف مواقف ان مفيش حد بيقدر التاني، او مفيش حد بيحب التاني او يقدره تقدير كفايه. لا اله الا الله. انت قلت لي عندك كام سنه؟ 17. مش 57 يعني؟ ايه ده؟ ايه العمق ده ليه؟ كذا موقف اتعرضت له، سواء من اصحاب او قرايب. كذا مواقف كتيره شفت ان ما بيقدروش زعل حد، او ما بيقدروش ان الناس بتحبهم كفايه، او طيب بالنسبه لهم ده حاجه غريبه. اللي انت تبقى طيبه ما تجيش، مش تبقى حاجه كويسه بالنسبه لهم. ده يخليني اسالك بقى، هي في سنك في جيلك ده الطيبه ضعف؟ بالنسبه لنا يعني نص نص. بمعنى ان الطيب لو اتعامل مع الناس اللي هي ملهاش، مش دغري في الامر، مش دغري في اي حاجه، هيلوس معاه او هيلبس في حاجه يعني ويتعلم منها. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا اتعاملت مع فلان ده وحش، سيء، شرير، وهو عامل لي مثلا منظره من بره طيب جدا محترم جدا، بس من جواه مفيش حاجه، من جواه اسود. بس هخش معاه في حاجه انا ما اتوقعش ايه هي. انت بتعرف ازاي تفرق ما بين صحابك، ما بين الكويس واللي مش كويس؟ ان مثلا الصاحب ده لو كويس مش هلاقي فيه اللي هو مش هيقعد يأذيني. طب ايه مواصفات صاحبك الكويس؟ جدع، محترم، طيب، حنين. ماشي. والحاجات دي بتعرفها بعد قد ايه وازاي؟ بعد مثلا عدة سنة سنتين. المواقف مش شرط عدد السنين، المواقف هي اللي بتبين. لو الشخص ده كويس مثلا هيقول مثلا هيشجع فلان ده اللي هو يعمل حاجة كويسة، او يدعمه في الشيء لو كويس. اوكي. ولو الشخص ده وحش هيجره معاه في حاجة مش حلوة. طب والاغلبية ايه في الجيل بتاعكوا ده؟ الأغلبية وحشين ولا حلوين؟ مش الكل. الأغلبية سيئين، وحشين يعني. انت عارف انت الكلام ده هتتحاسب عليه جامد. انت اللي من الجيل بتقول ان الاغلبيه وحشين؟ الاغلبيه مش الكل. في جزء كويس، جزء بسيط، اللي هو مثلا جزء قليل محترم جدا، بيعمل حاجات كويسه جدا ممكن تفيد البشر اللي قدام. الصدق، الطيبه، المساعده والمسانده في اي شيء. خليني اقف هنا ثواني واقول لك، الصدق والاحترام والطيبه والحاجات دي بيتعلموها منين؟ يعني من اهاليهم اولا. تمام. ومن عده المواقف. حلو. او امثله حيه. دي فرصتي. الوحشين بقى، الحاجات الوحشه اللي فيهم دي كلها بيتعلموها منين برضو؟ الاهل برضو. الاهل ليه؟ كل بني ادم ليه بيئه بيطلع منها، او عيله بينشئ منها. ممكن ايه مثلا واحد عيلته تبقى سيئه فيطلع هو في عاداتهم، فهو يطلع معاهم، يطلع منهم. بس يا كريم انا عندي معلومه كده ومعرفش اصلحها لي، يعني ان في اهل بيحاولوا وبيربوا وبيعملوا كل حاجه كويسه وبرضه الولد بيطلع مش كويس. هنا بقى حاجه تانية. ايه بقى؟ هنا بقى الصحاب. هنا بقى اصل بيقول الصاحب ساحب. صح. الصاحب ساحب يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو اتعرفت على صاحبي ده حبيته، في ناس كده حبيته، فهاخده قدوه. في ناس بتاخد اصحابها قدوه، بس برضه بتفرق المنتاليتي. انا ممكن الاقي واحد مثلا بيعمل عاده سيئه، اقوم بص يا معلم انا اعمل زيك ومفيش حاجه، واحبه وادعمه واخش معاه، ممكن ادوس اكتر. ده مش يبقى ضعف شخصيه؟ ده الشخص نفسه يبقى هو ما عندوش شخصيه بتاعته. هنا بتفرق. يعني في اهالي مثلا
بتعصب، يعني في اهالي اللي هم بيشدوا على اولادهم، فاولادهم ممكن يطلعوا من غير شخصيه. يعني انت بتقول ان الاهالي اللي بتشد على اولادها احتمال كبير الولاد يطلعوا من غير شخصيه. هو انا الاهالي تشد، بس في الشد ليه حدود. يعني في ناس في اطفال مثلا ممكن تتولد عندها عقده نفسيه، فما تلاقيش عندها لا هو مفيش حد بيتولد عنده عقده، يعني مع يعني ايوه العقده بتيجي من التربيه. ده قصدي، او من الحاجات اللي شافها، الحاجات اللي شافها من الاهالي وهم بيربوه او هم بينشوه. اوكي. طب كريم، ايه الحاجه اللي نفسك تعملها يعني ايه الحاجه الحرام اللي نفسك تعملها بس ما بتعملهاش عشان هي حرام؟ ايه الضحكه دي؟ لا في حاجه اللي انا بصراحه نقتل المتنمرين او اقتل الناس السيئه كلها. اوكي طيب. بس لولا اللي هو حرام ما كان زمان عملتها من زمان. طيب وايه طيب ولو كان النهارده اخر يوم ليك في الدنيا هتعمل ايه؟ او بكره اخر يوم ليك في الدنيا هتعمل ايه النهارده؟ هسلم على اللي بحبهم، والله اسلم على اللي بحبهم واقول لهم اللي انا بحبهم، ولو حد زعلان مني وده نادر اقول له سامحني، هو عملت اللي عليا قدام ربنا، مش هيفرق معايا حاجه. قولي ايه اوحش حاجه في جين زي؟ اوحش حاجه في جين زي حاجتين، هزار الاب والام. مش هزار بقى، قصدك شتايم؟ يعني شتايم بالنسبه لهم هم هزار، يعني اللي هو الواحد مثلا يقول له يا ابن كذا، التاني يقول له ابن كذا ويردوا على بعض وهم بيضحكوا اللي هو مفيش حاجه، ما يعرفوش ان دي بتبقى حاجات مزعجه جنبي اكيد، او صوت معين ماشي تمام. ده برضه هزار متبادل بجنبي، يعني مثلا يبقى جنبي. او استخدام كلمه الدين في الالفاظ، بالشتيمه برضه. ده يعني الشتائم، يعني مجمل اللي بتقوله الهزار الزايد عن الحدود الطبيعيه، في استخدام الشتايم للاهل الاب والام والدين في الموضوع ساعات زائد استخدام، يعني بيتعاملوا ان الحاجات دي عادي. طيب استخدام الاشياء ان هو مثلا الاشياء المحرمه عادي مفيش حاجه. لا اقف بقى هنا ثانيه، انا لسه هاخد الجزء الاولاني بس عايزه الجزء الثاني ده. يعني ايه الاشياء المحرمه عادي؟ مثلا انا دلوقتي قلت يا زميلي انا شربت خمر عادي والدنيا ماشيه زي الفل، ما تيجي تشرب معايا يوم عادي. ده كده مثلا، ده اكزامبل. اللي هم مهما كان اللي جنبهم ده متدين ولا محترم ولا في حاله، مش فارق معاهم حاجه، يعني اللي انت جهرت بالذنب. واحنا شايفين ده بنسبه كبيره وبنجيبكم علشان نتكلم معاكم علشان نفهم ده جاي من فين. الاباحه في الكلام والشتايم والدخول في المحرمات زي ما انت بتقول او كده، وان كل حاجه بقت عادي وكول، ده جاي من فين؟ منتاليتي من واحد لواحد بتفرق. طيب ماشي، احنا عرفنا هنا ايه الوحش من وجهه نظرك في جين زي. ايه الحلو في جين زي؟ الحلو اللي هم لما بيبقوا عايزين يشتغلوا او عايزين يعملوا حاجه كويسه، جواهم اللي هم يعملوا حاجه كويسه، جواهم اللي انا يعني هو مثلا لو حد قرص عليهم بس قرصه اللي هم مثلا يشتغلوا او يعملوا حاجه كويسه، ممكن يكبروا، يعني ممكن اللي يشد عليهم ده الاهالي لما تشد بتكبر البذره الكويسه اللي جواهم. يعني انت يا كريم مع الاهالي انها تشد؟ انا كاكزامبل، انا بيفر كويس جريد 9 جريد 10 سوري، اول ترايمستر قبل الامتحانات انا كنت وحش اكاديميكلي منتهي، يعني شبه يعني معدوم. اهلك شدوا عليك؟ ابويا شد عليا، كانت شده كويسه، شده حلوه بالنسبه لي، شده فوقني. جين زي جيل متدلع؟ لا، جيل لقى حاجات حواليه غلط كتير بتحصل فعايز يجربها، فضول. جين زي ظالم ولا مظلوم ولا محظوظ؟ 3 مع بعض. محظوظ ان لا، اديني السبب لكل واحده فيهم. تمام. محظوظ ليه؟ ليه؟ محظوظ لان جاله حاجات تخليه ينبسط من غير ما يفهم هو ايه اللي عليه، جاله حقوق من غير واجبات في حاجات خصصت له الحاجات دي. مظلوم ليه؟ مظلوم
لان البيئه العوامل الخارجيه اللي حواليه سيئه، فبيبقى عايز يجربها فضول. ظالم ليه؟ ظالم لان ما بيعرفش يقدر مشاعر ما بيعرفوش يقدروا مشاعر بعض. المعظم ما بيعرفوش يقدروا يعني ايه انا احب بني ادم، او انا اقدر بني ادم واقدر زعله، واقدر هو مثلا يعني ممكن يحس يعني اللي هو مثلا متضايق، لا اسيبه عشان متضايق شويه. ما يعرفوش يحكموا الحته دي. جزء تاني من جين زي عايزه اسال فيه بقى برضو، اسمع وجهه نظرك فيها. البنات اللي بتاخد اصحابها الولاد بالاحضان دول شايفهم بيعملوا حاجه غلط ولا عادي؟ غلط لان ربنا سبحانه وتعالى حرم ان البني ادم يلمس المرأة الا لو يعني الا لو في علاقه زواج. اتعلمت ايه حاجه ايجابيه من تربيتك؟ اتعلمت اللي انا ازاي احب الناس وازاي اقدرهم. حاجه سلبيه اثرت فيك من تربيتك؟ ان مندفع وانفجاري في العصبيه. مين كده في البيت، بابا ولا ماما؟ ابويا، يعني ابويا بس اللي هو ايه طيب بس عصبي شويه. اوكي، انت قريب لمين في البيت اكتر، بابا ولا ماما؟ والله انا قريب للاثنين، بس الاقرب ماما. يعني ماما لو في مثلا في حاجات ممكن تأثر عليا لو حصلت، بس ابويا في الاخر بيعرف. بس يعني ايه ماما مثلا يا ماما انا عملت كذا يعني او ممكن يكون صدر مني فعل كذا، او لما بتضايق قوي في حاجات مضايقاني بقعد افضفض مع ماما. طريقه تربيتهم ليك راضياك بنسبه كام في المية؟ هو عموما مفيش 100% عشان الكمال لله وحده. 90%. حلو، ده حاجه حلوه جدا. 90%. حاسس ايه اللي ناقصك في الدنيا؟ اللي ناقصني اللي انا ابقى هادي، يعني اللي انا ما اتعصبش واخد الامور ببساطه. طيب انا فهمت من كلامك ان انت بتقول ان السوشيال ميديا او التكنولوجي الاوفر خلت الجيل ده يبقى عايز يعمل حاجات ممكن يكون هو مش واعي بيها قوي، بيمشي ورا السوشيال ميديا وخلاص. في حاجه الناس بتتكلم فيها كتير قوي اليومين دول، فانا حابه اسمع راي الجيل ده فيها. تمام؟ تسمع عن حاجه اسمها المساكنه؟ عايزه رايك. رايي ان اللي يقول الكلام ده خارج عن حدود الله، خارج عن حدود الله جدا. ايه الحاجه اللي بابا وماما بيأكدوا عليك فيها كل يوم في تربيتك؟ بيأكدوا ان دي لازم تبقى موجوده فيك. ما يبقاش عصبي بس. اوكي، بتثبت لبابا وماما ازاي انك بتحبهم وانك راضي باللي هم بيعملوه علشانك؟ حب على دماغهم بس، يعني حب على دماغهم واقعد يعني اراضيهم واقعد اقول كلام حلو والله. وده من قلبك وانت فعلا ممتن؟ فعلا من قلبي. اللي مش من قلبه ده يبقى ما عندوش دم. اللي هو يعني اهلي دول تعبوا عشاني، ويعني كل واحد فينا سواء كبير ولا صغير اهله تعبوا عشانه. طيب ماذا لو بابا اتجوز على ماما وعمل فرح، تحضر فرحه؟ نهائي لا. عشان حقه بس عشان ما ينفعش ولا عشان خايف على زعل ماما؟ بالنسبه لنا الاثنين برضه. دبلوماسي انت يا كريم. ليه؟ صح؟ مش حاسه كده. طيب قررت ترفع قضيه على بابا وماما، هتتهمهم بايه؟ لا والله مفيش حاجه اتهمهم بيها، والله ما عنديش اي. هو عادي يا كريم انت عشان عارف ان بابا هيتفرج على الحلقه. اقسم بالله ابدا، والله ابدا. انا بقول لك ان مثلا ابويا مثلا عيبه اللي هو بيدي كلام صعب، بس حقه الراجل او يعني ابنه زعلان عليه عادي ممكن يعني مفيش حاجه. والله ابدا. انا يعني بحب، انا ليا اصلا اخ كبير كمان في الامر، 3 بحبهم جدا، دول اللي هم ما اقدرش اقول لهم بيم. طيب ربنا يخليهم لك. امين يا رب. طيب لو قلت لك عندنا كده حاجه اسمها رساله الى مسؤول حكومه، اوكي؟ لو قلت لك قول الرساله اللي انت عايزها للمسؤول اللي انت عايزه، تختار تقول لمين وتقول له ايه؟ وزير التربيه والتعليم. حلو. ان وزير التربيه والتعليم المفروض يعلي التعليم اكتر عشان يطلع جيل اكتر، يطلع جيل كويس اكتر، يزود حاجات في التعليم تخلي البني ادم يعلى اكتر. زائد اللي هو يشوف المشاغبين في جيلنا او مشاغبين في سننا اللي بيتعلموا، يحط لهم حد قوي
يخليه يعني يحط لهم قانون قوي يخليهم ما يعرفوش يعملوا حاجه. يعني لو عملوا حاجه ياخدوا العقاب معين، يعني يبقى في حزم برضه، يبقى في حزم اكتر كبير. معلوماتك العامه اخبارها ايه؟ جيده الى حد ما. جيده. بس مهما كان الواحد عنده علم كبير ماشي ناقص. طيب، قلعه قايتباي موجوده في محافظه ايه؟ قلعه قايتباي انت قلت لي جيده. جيده الى حد ما. الى حد ما. جيده الى حد ما دي توحي لي ان انت هجاوب كل الاجابات. يلا، قلعه قايتباي موجوده في محافظه ايه؟ قايتباي اسكندريه. صح. صح. طب ما انت شاطر اهو. اه متردد ليه؟ طيب، قائد عربي واسلامي هزم الصليبيين في معركه حطين، مين هو؟ حاطين. قائد عربي. تاريخ واسلامي هزم الصليبيين في معركه حطين. خالد بن الوليد. نو. طيب، هقول لك كلمه وقول لي معناها. اوكي، كلمات وقولي معناها، كلمات بتاعت جان زي. هقول لك كلمه وقول لي معناها، ماشي؟ رز. رز. لا مش عارفها. يعني الولد ده رزق قوي. غني. يعني قوي، يعني ريز. لا لا سوري. لا بص، ما تفتيش، عارف قول، مش عارف ما لا، تفتيش. ما انا افتكرت. طيب اوكي، بوجي. لا مش عارف اقول. انت مش من جان زي ولا ايه؟ انا ما انا بقول. دولولو. لا مش عارفها والله. بجد؟ والله. طيب، جلوب اب. عالي المعرفه. لا ولا كلمه من جان زي. انت مش من جان زي. والله انا جين زي، بس مش مندمج معاهم، انا مندمج في حاجات تانية، في عصر اقدم. اوكي طيب، سؤال وعقاب. هسألك اسئله وهترد عليا، لو ما ردتش الاجابه المظبوطه هديلك العقاب، او لو رفضت انك ترد السؤال هتعمل العقاب. تمام. اول سؤال، اسم واحده صاحبه ماما انت ما بتطقهاش. يا نهار اسود. العقاب هتنكش شعرك على الاخر، انت طلعت من غير شعر، هعمل لك عقاب تاني. هعمل لك عقاب تاني، هتقول اسم واحده صاحبه ماما ما بتحبهاش ولا اديك عقاب؟ لا اديني عقاب اهون. بجد؟ اديني عقاب اهون. والله. العقاب هتحط روج. لا مستحيله دي. لا ده انا هتنفخ فيها دي. لا مفيش حاجه. يبقى قول. طنط ماجدة. اوكي، اسم واحده من صحباتك لما خرجت معاها اكتشفت انها تفصى. سلمى. وش كده؟ مش عايز تعرف العقاب حتى؟ طيب اوكي. لا ماشي. اجابتي انا عارفها، مش قصدي حاجه. تمام. اجابات معكوسه. انا هسأل سؤال وانت هتجاوبني بالغلط. اوكي تمام. اول سؤال، بتشرب سجاير ومخبي على بابا وماما. حاولت تهرب من البيت 100 مره من خنقه باباك ومامتك ليك. اصحابك كلهم بيشربوا مخدرات. ماما بتفتش في تليفون بابا. شفت بابا وهو بيخون ماما. كل اللي بتحكيه لماما وبابا عنك كذب. لا. اوكي، بس تاكد على جمله، بس ايه، تاكد على جمله ان رد الاجابه معكوسه، عشان في الاول 3 حاجات دي لو هتطير فيها رقبتي. طيب اوكي، اخر سؤال هساله لك، حاسس انك مميز؟ حاسس اني مميز. مش هسالك في ايه، انا يكفيني ان انت حاسس ان انت مميز. احنا خلصنا يا كريم. تحفه. انبسطت جدا بجد. فانتاستيك. والله ثانك يو.